بس خلي الفش اللي بغله، انا راح اتكتم، خلوا بعد ما يخلص يقول انا انتهيت نرد عليه. السلام عليكم. حياك الله عبد الله، كيف حالك؟ يعني شيخ هسه هم من ذكروا رواية وكلام وحديث ابن عمر عندما وصفكم بالحمير عندما يصلون التراويح ولم يأتي من جيبه، فهذه رواية موجودة عندكم. خلصت أجاوب. فأنتم تصلون التراويح وهذا واضح. خلصت أجاوب. مشكلتك فكيف تبرر إذا سكت الضعف؟ نعم، كيف تبرر هذه المسألة؟ فهمت. أجاوبك مشان ما لا تخافوا. خلنا أجاوبك. اسكت خلنا أجاوبك. أنت قلت كالحمير، فهذا فهمك الحمار، والحمار اللي علمك هذا القول. أنا لا أصلي التراويح حتى تصفني بالحمار. الحمار هو من يصلي التراويح. تفضل جاوب لا تخرب. نعم، أنت تتهم سيدنا علي أنه حمار بدين أمك. علي لم يصلي التراويح، وأبو بكر لم يصلي التراويح، وعثمان لم يصلي التراويح، وعمر صاحب بدعة التراويح لم يصلي التراويح. فمن أين أتيتم بشرعية صلاة التراويح؟ انظروا يا أهل السنة، انتظروا إذا بسكت ولا لا. انتظروا. قال علي لا يصلي التراويح، أنا بتعطي الدليل. ما راح أثبت مشان أعطي الدليل. أعطيني الدليل. تفضل. كتاب الكافي الجزء الرابع الصفحة 94. أقل من مهلك افتحه. أقل من مهلك. أنت أوردت لك رواية، أنت أوردها الآن. حاضر، راح أقول لك. لكن قبل أن تورد الرواية أمام المتابعين، إن لم يذكر الراوي إن علي صلى التراويح فأنت مدلس كاذب على خطى البخاري. تمام. شوفوا يا أخوان، ابن الخيمة بده رغم ذلك يحاول يغلط مشان يهرب. لكن أنا لا أهرب. أنا الخيمة التي تتحدث عنها من يقول بزنا المعاشرة، زنا المعاشرة عندكم لا تهرب. إيه نعم. كان الرسول شوف راح لزنا المعاشرة بالخيمة. لا، أنت عندما تذكر الخيمة فأنا أذكر لك زنا المعاشرة. أنت جاي تتفرع. جاوب على التراويح، يلا تفضل. نزل ابن الزاني. لا تنزلني ولا تهرب. كمل. وين التراويح؟ نزل ابن الزاني، خلينا نجاوب. لا تنزلني ولا تهرب. نزل ابن الزاني. نزلنا ابن الزاني. أخواني عليكم. كتمتني ونزلتني لأنه لا تريد أن نستمر معك في الحوار حول التراويح. الآن أظهرت مصدر أنه علي بن أبي طالب أمر بصلاة التراويح. أرجع المصدر وأعرضه أمام المتابعين. أتمنى عليك تعرض المصدر أمام المتابعين. تفضل حتى أبين لكم التدليس كيف يكون. نعم. اسكت. تفضل. هذا جواهر الكلام. نعم. شيخ محسن النجفي يقول هنا ما هذا صوت قال أمير المؤمنين الناس يصفون عمره، فقال أمير المؤمنين لا مو من هنا. اصعد فوق. تفضل. أمره للحسن عليه السلام. أمره للحسن. بماذا أمر علي بن أبي طالب الحسن عليه السلام؟ اصعد. لا، قبل الصلاة علي بن أبي طالب ماذا أمر؟ أن لا صلاة جماعة في المسجد. أن لا صلاة جماعة في المسجد. نعم. علي بن أبي طالب عليه السلام نهى عن التراويح في المسجد. ماذا صاحت الناس؟ صاحت الناس وعمر ولم يصيحوا ومحمدا. تمسكت الناس بالبدعة ولم تتمسك بأمر رسول الله. واضح. واحدة. الآن الناس اتخذت قول عمر هو البدعة، أخذت بقول عمر ولم تأخذ بقول النبي. أحسن. نعم. الآن علي بن أبي طالب هل أقر الناس على البدعة خلفه؟ جيد. الآن أسألك هذا السؤال. الناس ماذا أرادت؟ لا. نعم، هو راح أجاوبك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. الله سبحانه وتعالى عندما أراد الظالمون والمضلون والضالون أن يعملوا على مكانتهم ماذا قال الله؟ اعملوا على مكانتكم. هل هذا امضاء من الله سبحانه وتعالى لعمل الظالمين لعمل الضالين؟ لم يكن كذلك. حتى أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يمضي عملهم. هم أرادوا الضلال قال لهم صلوا،
ولم يشرع لهم الصلاة، ثم أن علي بن أبي طالب لم يقم صلاة التراويح. هذا نص قرآني واضح جلي صريح. نجاوبك عن النص القرآني. نعم نعم. هل بمبانيك سيدنا علي وأتباع سيدنا أمرهم بالضلال وهم ضالين؟ لم يأمره. وهل الله سبحانه وتعالى أمضى عمل الظالمين وقل لهم اعملوا على مكانتكم؟ وهل الله قال لهم اعملوا على مكانتكم امضاء للظالمين؟ أجب. طيب نزلوا خلينا نجاوب. لا تنزلني وتهرب. لا تهرب. البحث. نزلوا خلينا نجاوب.